انا هروح يوم السبت اقول لا للتعديلات الدستوريه. انا هقول لا للتعديلات الدستوريه. هقول لا. مش هقول نعم. عشان انا عايز دستور جديد. دستور جديد هو الحاجه الوحيده اللي تقدر تحمي المستقبل. علشان خايف لو ما بدأناش النهارده على نظافه ممكن عمرنا ما نبدأ. لن أصوت لصالح التعديلات. هروح عشان اقول لا. لاني مؤمن بنظريه وجع ساعه ولا كل ساعه. انا هشارك يوم السبت 19 في الاستفتاء على التعديلات الدستوريه وهقول لا. أهم ما يريده الشعب المصري ويحتاجه إليه هو دستور جديد. اقول لا عشان عايزه بلد جديده بجد. هذه التعديلات المقترحة تقصر عن الاستجابة للتطلعات اللي احنا عايزينها. انا هروح يوم السبت اقول لا. مش عاجبني ان انا بتعامل مع الدستور بتاعي زي عربيه فتحت بقها، كل ما هصلح فيها حاجه هتبوظ من الناحيه الثانيه. انا طبعا هروح يوم السبت وهقول لا. لا للتعديلات الدستوريه. احنا كمواطنين ما عندناش وقت ان احنا نفهم ونبني راينا بوعي اذا كانت التعديلات الدستوريه كافيه ان احنا نتحول بمصر ديمقراطيه ولا ممكن ترجعنا لورا. احنا محتاجين فتره نهدى فيها شويه ونلم نفسنا ونعرف نروح عشان ندلي باصواتنا. لا للتعديلات الدستوريه. انا هقول لا للتعديل الدستوري. لو قلنا نعم يبقى احنا بنكر الانتخابات البرلمانيه دي بسرعه، معناها ان احنا مش هنقدر ننظم نفسنا، معناها ان شباب 25 يناير مش هيقدر ينظم نفسه. معناها مره اخرى ان هننتخب مجلس شعب مش بيمثل الشعب، هيجي فيه الحزب الوطني تاني ومش هيجي فيه شباب الثوره والناس اللي قامت بالثوره. في كتلتين بس هم اللي جاهزين للانتخابات، حزب وطني والاخوان، وده معناه ان هم الكتلتين دول بالذات هم اللي هيكتبوا الدستور. الحقيقه انا هقول لا. هقول لا عشان ما حدش من اللي عايزين يقولوا عرف يقنعني باسباب. هتودينا في الاتجاه الخطا. لا هتمشينا على طريق الديمقراطيه. لو قلنا نعم معناها ان احنا بنقول نعم لثمان انتخابات الفتره اللي جايه دي. فين الاستقرار؟ انا هصوت بلا عشان ابقى بحقق على الاقل احد مبادئ الثوره اللي هي نادت بيها اللي هي العداله. الانتخابات البرلمانية يجب أن يترك لها الوقت الكافي حتى تستعد الأحزاب الجديدة والقديمة. انا النهارده بدل مش متاكد انه صح يبقى 1000% لا. انا رايح اقول لا. انا هقول لا للتعديلات الدستوريه. لو قلت الدستور اللي سقط بفعل الثوره هيرجع تاني للحياه. دستور 71 اللي هو ضد المبادئ الاساسيه لثوره 25 يناير. وده الحقيقه مخيف جدا لان الدستور ده مش بيتعامل مع الرئيس على انه مجرد رئيس يعني موظف في الدوله، انما بيتعامل معاه على انه حاجه تانية كلنا عارفينها. فالنعم دي مش هتؤدي بينا الى بر الامان ولا هتنفعنا خالص. انا هقول لا. هقول لا للتعديلات الدستوريه. مهم جدا انك تنزل وتشارك يوم السبت. ان يبقى عندك صوت وتكتمه في المرحله دي بقت جريمه ترقى الى مرتبه الخيانه. روح الاستفتاء وخد 5 معاك، 5 ما يكونوش على فيسبوك، خد 5 من الشارع. كل واحد ياخد معاه عدد 5 مواطن، ممكن يجند صحابه اللي ناويين ينفضوا ويبقوا عملوا حاجه. المشاركه الكبيره للمواطنين هي الضمان الوحيد ان نتيجه الاستفتاء تعبر عن راينا الحقيقي. لانه لو كل واحد كسل صدقوني مش بس هنقف مكاننا، هنرجع لورا. السلبيه اللي احنا كنا فيها دي زمان مش هتنفع النهارده. الانسان الواحد يعرف 250، حاول تجيب منهم 5 بس. من الاصحاب، من الجيران، من معارفك، المهم ما تروحش لوحدك. ما تروحش لوحدك، خد معاك 5. هاخد معايا 5. 5 هاخد معايا 5 وخلاص. خد 5 معاك. 5. خد 5. 5 خد على الاقل 5 معاك. 5 خد معاك 5. على الاقل 5. مفيش حد ما يعرفش 5. خد 5. لو تقدر تاخد الحي كله خده معاك وروحوا قولوا لا. انا اكيد هقول لا. لا. لا للتعديلات الدستوريه. لا. 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 لا طبعا. لا. 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 سأصوت بلا. انا هقول لا. 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 ماشي.